وصفتنا النهاردة اختراع بجد، حلوة جدا وموفرة خالص وهنحتاجها في حشوات كتيرة لرمضان ان شاء الله. احفظي الفيديو ده عندك لرمضان، كل سنة وانتم طيبين. اول حاجة هاتي الحلة بتاعتك وانزلي فيها بكوبايتين من اللبن ما يعادل نصف لتر. هنزل عليهم باتنين باكت من البسكوت، اي نوع بسكوت ساده بتحبيه، فانيليا او شوكولاته. عندي باكت من الشوكولاته الخام، يعني كان وزنه تقريبا 200 جرام. هبدا ان انا اقطعه قطع صغيره بالشكل ده وهنزل بيه على البسكوت بتاعي. وعندي كمان معلقه كبيره من الزبده. وانا بقى ضفت مكون كده من عندي عشان تبقى بالظبط زي اللي بنشتريها من بره. ضفت يا اما عندك باكت كامل من النسكافيه بطعم البندق او الكابتشينو بطعم البندق. برفع كل المكونات دي على النار مع التقليب المستمر، بيبدأ البسكوت يدوب معاكي، الشوكولاتة كمان تدوب معاكي، بيبدأ اللون يدخل بقى على لون البني، لون الشوكولاتة يغمق معاكي سنة بسنة. كل ما الشوكولاتة بتسيح معاكي اللون بيغمق معاكي اكتر ويبقى بالشكل ده كده. بعد بقى ما برفعها من على النار، عندك حلين، يا اما بالهاند بلندر هتخلطيها، يا اما تحطيها في الكبه زي ما انا عملت كده. والافضل ان انت تحطيها في الخلاط او الكبه، بتاخدي نتيجه رائعه احلى من الهاند بلندر بكتير. بعد كده بديها ضربتين اتنين بس مش اكتر من كده. النتيجه حقيقي كانت مبهره، يعني ما كنتش حقيقي مصدقه النتيجه. حلوه جدا جدا، وصفه موفره. الكميه اللي طلعت كانت حوالي اكتر من كيلو، فحلو قوي هتكفينا معانا بقى حشوات كتيره رمضان، قطايف بقى وكنافه وحاجات كتيره كده هنعملها. احلى من النوتيلا الجاهزه بكتير. الطعم اكثر من رائع. باكت النسكافيه او الكابتشينو اللي بطعم البندق اللي ضفته خلى طعمها بندق خالص. جربيها هتعجبك جدا جدا. هي كانت لسه كده دافيه شويه، فكان قوامها بالشكل ده. لما بتدخل التلاجة كل ما بتقعد معاكي شويه بتبدا يزيد قوامها معاكي او يتقل قوامها معاكي. تاني يوم لما تروحي لها كمان في التلاجة، تاني يوم تبداي تستخدميها بتلاقيها تالت اكتر كمان من كده، بتبقى زي الجاهزه بالظبط. طعمها يعني كلمة حلو شوية عليه. جربيها بجد هتعجبك جدا جدا جدا. انا هنا كنت لسه عامله شويه قرص طريه كده، وكانت بدات تبرد عندي شويه، شايفين قوامها ما شاء الله ولسه بتتقل كمان. جربيها هتعجبك جدا جدا. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تنزل في الكومنتات تصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام.